معانا ملخص فيلم جديد اسمه اكستراكشن 2. فيلمنا بيبدأ في دبي، بنشوف طيارة طبية بتنقل تيلر اللي بنعرف انه جندي مرتزق واتصاب بطلقة في اخر عملية انقاذ قام بيها. تيلر بيكون بين الحياة والموت. لما بيوصل المستشفى بيكون دخل في غيبوبة ومش معاه غير صديقته نيك. الدكتور بيعرفها ان تيلر مات اكلينيكيا والمفروض يتشال من على الأجهزة لانه مستحيل يرجع للحياة مرة تانية. لكن نيك بترفض كلام الدكتور وبتطلب منه انه يسيبه على الأجهزة. بتكون متأكدة انه يفوق مرة تانية وبتقول للدكتور مستحيل تيلر يكون مات. بعد فترة قصيرة تيلر بيفتح عينه وبيرجع للحياة مرة تانية. نيك أول ما بتشوف تيلر بدأ يفوق مش بتكون مصدقة نفسها وبتطير من الفرحة، لكنه بعد ما بيفوق بيكون عنده إصابات كتير في جسمه ومش قادر يتحرك. بيبدأ في العلاج الطبيعي فترة كبيرة عشان يقدر يتحرك زي الأول، وبعد ما بيخلص فترة علاجه بيخرج من المستشفى. بنروح لجورجيا، بنشوف شخص اسمه زوراب. بنعرف انه تاجر مخدرات خطير جدا وكمان عنده عصابة كبيرة بتشتغل في